ضع يدك على صدرك وقل: يا رب، إني لا أملك من أمر الدنيا شيء، وإني وكلتك أمري كله، جله، أوله وآخره، علانيته وسره، فتولاه بعنايتك، واجعلني دائم الرضا، كثير الشكر، حسن الطباع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يومكم معطر بالصلاة على النبي المصطفى محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، دائما في سلسلة حلويات عيد الفطر المبارك ليدخل علينا وعلى كامل الأمة الإسلامية والعربية بالخير والصحة والهنا، اللهم آمين يا رب العالمين. اليوم بإذن الله جيتكم بوصفة صابلي السنيكرز، وصفة سهلة بسيطة اقتصادية ناجحة ومضمونة 100%، وكذلك وصفة راقية. نروح نتعرفوا مباشرة على مقادير الوصفة تاعنا. عندي لهنا 125 غرام مارغرين طرية، ربع كيس زيت، حبة بيض كاملة، ربع كيس سكر ناعم، علبة فلون ذوق الشوكولا الوزن تاع 50 غرام، نص كيس كاوكاو محمص ومرحي، زوج مغارف كبار مايزينا، مغرف صغيرة خميرة كيميائية، بلا ما ننساو الفرينة نتاعنا. إذا راح نمر الآن مباشرة إلى طريقة التحضير. عندي لهنا في الإناء تاعي 125 غرام مارغرين طرية، ضفت عليها ربع كيس زيت وربع كيس سكر ناعم، ورانا راح نضيف عليهم علبة فلون ذوق الشوكولا الوزن تاعها 50 غرام. لهنا بما انه الزبدة تاعي ولا المارغرين طرية رانا راح نخدمها فقط بالفويرة، راح تساعدني، وانتم تقدروا استخدام الباتور عادي. لهنا نخدم هذوما المقادير تاعي مليح حتى هذاك الفلون تاعي كامل يذوب والخليط تاعي يولي لي كريمي كما راكم تشوفوا. الخليط تاعي المرة الأولى يكون غامق وبعد ذلك يولي لي فاتح. في هذه المرحلة رانا راح نضيف عليه حبة بيض كاملة، إذا بهذه الطريقة، ونخلط حتى تندمج لي حبة البيض مع كامل المكونات. هذوما كامل من أسرار نجاح عجينة الصابلي، لأنه كما راكم تشوفوا رانا لهنا نستخدمه في عجينة الصابلي العادية، فقط من الحين الآخر نزيد لها مكونات. لهنا عندي نص كيس تاع كاوكاو محمص ومرحي اللي راح يعطي لها بنة وكذلك قرمشة. ندخل الكاوكاو تاعي مليح، وبعد ذلك نبدأ نضيف في المكونات الجافة اللي عندي. لهنايا عندي زوج مغارف كبار نتاع مايزينا اللي هي نشا، مغرف صغيرة خميرة كيميائية، ونبدأ نضيف في الفرينة تاعي غير بالعقل، وانا نجمع في العجينة تاعي غير بأصابع الأيدي. لهنايا ما نستخدمش كامل اليدين به حتى نتحصل على عجينة تكون طرية. ها هو القوام تاع العجينة اللي نتحصل عليه، عجينة تكون طرية. لهنيا نحكم هذوما الأكياس اللي نوجدوهم في أوراق الديول، نفتح العجينة تاعي كما راكم تشوفوا ونحط فوقها كيس آخر. لهنا به ما نستخدمش كامل الفارين. هذوما الأوراق ولا هذوما الأكياس راهم رايحين يساعدوكم بالبزاف. بهذه الطريقة نفتح العجينة تاعي تقريبا على سمك 1 سنتيمتر، لأنه الحلوى تاعي رانا راح تكون فيها طبقة واحدة فقط، مش رانا راح ندير زوج طبقات، تكون شوية خشينة. كما قلت لكم 1 سنتيمتر، يعني ما نروحش فوق الواحد، وكذلك ما نقصش، يعني الحلوى تاعنا كل ما جات متوسطة تجي مليحة. شوفوا الحلوى تاعنا السمك تاعها كيفاه راهو داير. لهنا استخدمت هذا الطابع تاع القفريط. لهنايا بعد ما كملت اطبعت كامل الحلوى تاعي، حطيتها في الصينيه اللي تكون مدهونه، ندخلها للفرن على درجه حراره 180 درجه ونخليها تطيب. لهنايا بالنسبه لكريمه الزبده عندي 125 غرام مارغرين طريه، نص كيس سكر ناعم، زوج مغارف كبار زيت، عندي لهنا زوج مغارف كبار تاع حلوى الترك، وعندي ملعقه اكل تاع فاني. لهنايا نحط في الإناء تاعي، نحط هذيك المارغرين اللي تكون طرية 125 غرام مارغرين طرية، نضيف عليها زوج مغارف كبار تاع زيت، ونضيف عليها نص كيس سكر ناعم، زوج مغارف كبار حلوة الترك، ومغرف كبيرة تاع لافاني. نخلطهم مليح، انا لهنا خلطتهم فقط بالملعقة حتى اتحصلت على هذا الخليط الكريمي. انتم اذا جاكم
الخليط تاعكم شويه عاقد، تقدروا تروحوا ل3 مغارف كبار تاع زيت. لهنايا بعد ما طاب لي الصابلي نتاعي، لهنايا حكمت كريمه الزبده حطيتها في بوش، وعندي كذلك لهنايا هذه صلصه التوفيه، وعندي لهنايا كاوكاو محمص ومرحي رحيته في الخشين. نحكم الصابلي تاعي على الوجه، ندير كامل صاير داير هذيك كريمة الزبدة، ولا هنا في الوسط ندير توفية كراميل. الا هنا تقدروا ما عندكمش توفية كراميل تقدروا ديروا المعجون عادي. لهنا ما تحبوش كريمة الزبدة تقدروا ديروا فقط من الفوق شوية معجون وتلصقوا فوقه هذاك الكوكب عادي. يعني لهنا الجود بالموجود، فقط انا عطيتكم افكار وانتم تفنوا فيها وبدعوا كيما حبيتوا. بالنسبة لطوفية كراميل أنا لهنايا البيدون تاعي هذاك الصغير تقريبا فيه 500 غرام شريته 27,000. لهنايا الكاوكاو فقط ترحوه خشين، يعني الحبة تكون مقسومة ماكسيموم على 4 ولا على 6. تحطوا الكاوكاو تاعكم في الأشوار وتضربوه دورة ولا 2. عندي لهنا بالنسبة للتزيين هذوما ليمول اللي راهو يتباع في الأسواق. لهنايا الثمن تاعو هذايا 25,000. ولا هنايا ذوبت الشوكولا بالحليب، انا لهنا استخدمت فيجيكاو دادا. لهنا نحط كمية من الشوكولا ونضرب الطابع تاعي كما راكم تشوفوا، وبعد ذلك ندخله للثلاجة تقريبا مدة نص ساعة. راني راح نتحصل على الرشمة اللي تكون موجودة في هذا المول. انا لهنا المول تاعي مكتوب فيه عيدكم مبارك. الشوكولا تاعي ما ضفت لها حتى اضافات، كما راكم تشوفوا فقط بالملعقة ونعمر هذوك الفراغات. الا هنايا بعد ما الصابلي تاعي اقلاصيتو راح نمر الان مباشرة باه نزينوه. الا هنايا ضروري الصابلي تاعنا نخلوه في الثلاجة يبرد باه هذيك كريمة الزبدة تحكم روحها، هذيك التوفية كراميل كذلك تثقال وتبرد. وكين نزينوه بالشوكولا هذيك كريمة الزبدة مش راها رايحة تسيح، هذه ضرورية. يعني لهنا ندخلو الصابلي تاعنا بعد ما نزينو ندخلوه تقريبا للثلاجة مدة ساعة ولا ساعتين على الأقل باه نزينوه بالشوكولا. الا هنا الشوكولا تاعي بالحليب درت لها فقط 3 مغارف كبار تاع زيت. ولا هنا نبدا نقلاصي في الحلوى تاعي كما راكم تشوفوا. كما قلت لكم هذه الحلوى تخرج لكم 40 حبة، معناها حلوى زاكية 100%. يعني ب125 غرام مارغرين طرية درنا 40 حبة تاع حلوى. وهذه الحلوى يعني راقية، خاصة يعني للبنات اللي راهم جايينهم مثلا ناس دارهم عندهم مهيبة الى غير ذلك، حلوى راقية وتحمر الوجه. الا هنايا شوفوا هذوك لي موتيف تاوعي بمجرد ما ندخلهم للثلاجة غير نخرجهم راهم رايحين يطيروا وحدهم. بالنسبة لهذا المول مول نستخدمه مرة واحدة فقط، غير يروح له هذاك الرشام اخلاص، يعني ما عندنا ما نديرو بيه. الا هنا ندير كمية من الشوكولا في الوسط ونبدأ نلصق في الحلوى في الشوكولا تاعي فوق هذيك الحلوى. الا هنا بطبيعة الحال الصابلي تاعي راهو نشف. ها هي حبة سنيكرز تاعي. شوفوا التزيين، والتزيين اكيد يبقى اختياري. فقط في الاخير عندي هذا الرشة تاع الملمع الذهبي. انا لهنا عندي هذا السائل كما راكم تشوفون زين به بهذه الطريقة. انتم اذا كان ما عندكمش هذا الملمع الغذائي السائل تقدروا تستخدموا فقط الملمع الغذائي الجاف، ديروا له قطرات من الزيت وتستخدموه عادي. وها هي النتيجة تاع الصابلي بريستيج بذوق السنيكرز جاهز امامكم مباشرة في صحن التقديم. وصفة خطوتها سهلة بسيطة اقتصادية وراقية كما راكم تشوفوا. يعني الذوق تاعو من اروع ما يكون، ذوق الشوكولا مع الكراميل مع كريمة الزبدة مع هذيك القرمشة تاع الكاوكاو تجي من اروع ما يكون. شوفوا مدى الطراوة تاع الحلوى نتاعي، وشوفوا هذاك الحشو كيفاه يجي في الوسط، يجي من اروع ما يكون. نتمنى ان وصفت لنا اليوم تكون نالت اعجابكم، تجربوها في بيوتكم
جربوها في هذا العيد، أكيد راح تنال إعجابكم. مسك الختام، تحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.